كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله 2023 تبقى سنة جميلة على العالم كله وعلى مصر. أحلى حاجة حصلت لي السنة دي إن أنا عرفتكم، وبجد أنا مش عارفة أقول إيه على المحبة اللي بشوفها منكم. حتى لو في أي كومنت سلبي فعلا بيكون قليل وفي منتهى الاحترام. بجد بحبكم قوي قوي قوي. معاكم تابعوني ميري نبيل. النهاردة هكلمكم عن الأجهزة. أول حاجة هنبتدي بيها الأجهزة هي التلاجات. جبت لكم التلاجات من ترتيب الكويس في الأقل، والأسعار طبعا هقولها بالتقريب، ممكن تزيد ممكن تقل، وهتاخدوا مني شرح لكل منتج بقطع غياره بالصيانة ما بعد البيع. أول نوع معانا وهو LG كويسة جدا، بس فيها ميزة وفيها عيب. أول ميزة إن قطع الغيار محترمة جدا وجودتها عالية ومعمرة، نقدر نقول كده. مشكلتها إن قطع الغيار موجودة في مراكز LG بس، فطبعا مع إن مفيش استيراد وإن القطع غيار قليلة فعندهم مشكلة في قطع الغيار شوية. لكن الصيانة ما بعد البيع كويسة جدا. أسعارها من 16,000 ل60,000، ما تتخضوش. بعد كده تاني نوع معانا هو البيكو، والبيكو ده ابتدى يظهر من قريب قوي في مصر، ما كانش موجود من فترة. هو كويس جدا، هو تركي، الصيانة ما بعد البيع كويسة، قطع الغيار متوفرة. ابتدوا يعملوا مصنع هنا وهم هيصدروا من المصنع نفسه اللي موجود في مصر للعالم كله. أسعاره من 13,000 ل 25,000. الماركة برضو الجديدة علينا دلوقتي هي بوش، وبوش ده قطع غيار ألماني أو ألماني تجميع تركي. قطع الغيار متوفرة، خدمة ما بعد البيع كويسة. أسعارها من 11,500 ل 56,000. طبعا هي زيها زي باقي الماركات اللي قطع غيارها مستوردة بيكون عندها مشكلة مع الاستيراد، لكن في المضمون هي تلاجة كويسة وابتدت تثبت وجودها في مصر جدا. بعد كده في شرب، وشرب ده طبعا احنا كلنا عارفينه. انا واحدة من الناس عندي واحدة تلاجة شرب رائعة حلوة جدا جدا فعلا. شرب بقى فيها حاجتين ودي مش كل الناس عارفاها. فيها المستوردة اللي هي الياباني، ودي أسعارها من 14,500 ل 62,000. بعد كده عندنا شرب زانوسي، توشيبا، التلاتة قريبين جدا من بعض. أسعارهم بتكون من 9,000 ل 32,000. ما بعد البيع والصيانة بتكون كويسة لأن دي منتج مصري وقطع الغيار متوفرة. فكده أكون خلصت لكم كل التلاجات. لو عايزين أي حاجة تاني قولولي وأنا هدور لكم عليها. باي باي.